وبعد، فهذا بيت من بيوت الله يبنى وتشرع أبوابه لعباده الصالحين، وهذه واحة من واحات الإيمان تفتح ذراعيها للمؤمنين الصادقين، وهذا ملجأ آمن للحائرين التائهين ليعودوا إلى رحاب رب العالمين وليؤموا بيته فيكونوا من المفلحين. راعي حفلنا هذا أصحاب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر، والسيد فارس بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر، والسيد أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر، أصحاب الفضيلة القضاة، أصحاب الهيئات الدبلوماسية المحترمين، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء المجلس البلدي، مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الباطنة، مدراء العموم والدوائر، رؤساء الأقسام، الشيوخ والأعيان، الحضور الكريم، حفلنا المبارك نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نفتتح حفلنا بخير ما يفتتح به، فالقرآن يفتتح وكلام ربي يقتحم، آيات من الذكر الحكيم، والقارئ الأستاذ أحمد البلوشي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. والآن نترككم مع كلمة بمناسبة افتتاح هذا البيت العظيم مع خطيب الجامع الشيخ محمد بن ثابت البلوشي. وأنا أتوجه من على هذا المنبر إلى أهل هذه القرية وأقول لهم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم، لقد فزتم بمسجد نموذجي متكامل تصلون فيه أوقاتكم وجمعكم وأعيادكم رجالا ونساء، ويتعلم أبناؤكم فيه كتاب الله، ويكون مكانا لتعبدكم واجتماعكم، فقدروا هذه النعمة حق قدرها واشكروا الله عليها. اللهم اغفر وارحم من بنى هذا المقام الشريف، ومن وقف أرضه، ومن سعى فيه بالخير، ومن صلى فيه، ومن أمن معنا. آمين. ونسأله سبحانه أن يتقبل ممن وقف هذه الأرض ووهبها لله، ومن أنفق في بنائها، ومن سعى جاهدا ومخلصا لإتمام هذا البيت المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. وتقبلوا تحياتي أنا حارث البلوشي، والسلام عليكم ورحمة الله.